الراجل ده اسمه يحيى. قصة كفاح لشاب بيحب يعمل ميلك شيكس لواحد بقى عنده فرعين في لندن، بيجيله معظم مشاهير لندن والناس بتستنى بالطوابير عشان دوق الميلك شيكس بتاعه، وقرر اخيرا يفتح في مصر يايا شيك. يايا موجود تشيل اوت شارع 90 الشمالي، والفرع كده صغير بس روش. بس تعالوا اقول لكم الميلك شيكس بتاعت يايا ليه مختلفة عن اي ميلك شيك هتشربه. اول حاجة مميزة وهي ماكينة الايس كريم نفسها. No one else will have these machines. طعم الايس كريم لوحده خطير. وتاني حاجة بقى كمية الخطوات في الميلك شيك نفسه، زي ده مثلا اسمه كلاود 9. First step, ice cream. اول حاجة ايس كريم كتير قوي مع سيرب فراولة مع لمسة digestive. وميلك. ويتضرب في الخلاط. ده مش ميلك شيك، لازم ايس كريم كتير عشان يبقى ميلك شيك. بص مليان ازاي، حقيقي ولا لا؟ ده كده فعلا منظر ميلك شيك. لسه ما خلصش. مع لمسة كوتون كاندي في الآخر كده يبقى الكلاود 9 ميلك شيك خلص وطعمه جامد. طب والسعر؟ اسعارنا بتبدأ من 80. واللي أحلى كمان لوتس شيك وعليه كراميل من فوق. حلو قوي. وأجمد واحد سنيكرز عليه أوريو من فوق وشوكليت صوص. ايه ده؟ وغير الشيكس فيحيى عامل اختراعات جامدة قوي في السموذي، في منها حاجات